بقول لك ايه؟ عمرك لعبت قبل كده قمار؟ قمار إيه يا عم؟ استغفر الله العظيم. اقفل يا عم القناه دي، هي مش ناقصه. استنى بس اصبر هقول لك. القمار اللي انت بتلعبه مش هو القمار العادي اللي احنا عارفينه. لا لا لا، ده قمار من نوع تاني خالص. احب اقول لك ان القمار اللي انت بتلعبه كل يوم، ويمكن كل ساعه وكل دقيقه، ويمكن قبل الفيديو ده على طول كنت بتلعب قمار، ويمكن اصلا بتلعب قمار وانت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي. تعالى كده اقول لك ايه نوع القمار اللي انت بتلعبه. القمار اللي انت بتلعبه ببساطه هو قمار مع الذكاء الاصطناعي. القمار مع الذكاء الاصطناعي هو ان انا بكتب له 3 4 كلمات 10 كلمات، واقول له انا عايزك تطلع لي من ال10 كلمات دول صورة تحفة. هنا الذكاء الاصطناعي بيبدأ يشغل مخه عليك، ويروح مطلع لك صورة حلوة جميلة، بس مش هي اللي في دماغك، او يمكن تطلع هي اللي في دماغك، ويمكن لا، ويمكن يطلع حاجة تالتة خالص. تستنى بقى يطلع لك صورة واحد ب6 صوابع، واحد ب3 عيون، ايا كان المنظر اللي بيطلع، بس مش هو اللي في دماغك. النهارده احنا هنشرح تكنيك صغير كده اسمه اللايرد برومبت. اللايرد برومبت ده اعتبر نفسك بالظبط كانك بتشتغل على فوتوشوب. الناس المصممين هتفهم الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. هل انت على فوتوشوب لما بتشتغل على ديزاين او على تصميم، النتيجه اللي بتطلع لك لما بتشتغل على لاير واحد هي نفس النتيجه اللي بتطلع لما بتشتغل على اكتر من لاير؟ عندي لاير للاضاءه، ولاير للسبجكت الرئيسي، ولاير للخلفيه، وهكذا. عد طول ما انت عايز تزود تفاصيل بتزود معاها طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه. الذكاء الاصطناعي ببساطه بيفهم الموضوع معانا اولويات. بمعنى اول طبقه بقول له كذا، تاني طبقه بقول له كذا، تالت طبقه بقول له كذا، لحد ما اوصل للطبقه ان شاء الله 50 اللي انا عايز اكتبه بكتبه. ولكن في حلقة النهاردة احنا هنتكلم بس عن 3 طبقات. ال3 طبقات دول هما العنصر الرئيسي، الخلفية، والإضاءة. تعالوا كده مع بعض نروح على الجهاز ونشوف بنعمل ده ازاي، وايه الفرق بين ان انا بكتب برومبت عشوائي في كام كلمة، والفرق بين اني بكتب برومبت طبقي موضح فيه للذكاء الاصطناعي كل حاجة بالتفصيل والترتيب. يلا بينا. هنا انا كاتب برومبت عشوائي، حاطط له الكلام ورصه جنب بعض من غير بقى ما احدد له اي تفاصيل، لا تفاصيل اضاءه ولا تفاصيل خلفيه ولا اي حاجه. تعالوا كده مع بعض هنجربه ونشوف هيطلع لنا ايه. طيب، دي النتيجه اللي طلعت معانا من البرومبت اللي احنا كتبناه. تعالوا كده هنشوف مع بعض البرومبت اهو علشان نعرف ان دي النتيجه اللي طلعت منه. طيب، ما تيجوا كده بقى نجرب مع بعض برومبت تاني طبقي بس قوي شويه. انا كنت كاتبه برضو، وده هنعرفه في الحلقات اللي بعد كده. بس انا عايز اوريك فرق النتيجه بين البرومبت ده والبرومبت ده. ده البرومبت الطبقي اللي انا كنت كاتبه. تعالوا كده مع بعض هنطبقه ونشوف هيطلع لنا ايه. ودي النتيجه اللي طلعت معايا من البرومبت الطبقي اللي انا كتبته. بص الفرق بين الاتنين، في فرق كبير بين الاتنين. طيب تعالى كده الصورتين جنب بعض زي ما احنا شايفين. شايف الفروق بين الاتنين؟ في فرق كبير بين تفاصيل الصورة دي وتفاصيل الصورة دي. الصورة طبعا اللي على اليمين معانا دي هي اللي جاية من البرومبت العشوائي، والصورة اللي على الشمال هي اللي جاية من البرومبت الطبقي. في فرق في الإضاءة، في فرق في العزل بتاع الصورة، في فرق في شكل البيئة، كل الحاجات دي. طب ما تيجي نجرب نفس الاتنين برومبت دول مرة تانية ونشوف هل هيدونا نتائج مختلفة ولا هي نفس النتائج. ده البرومبت العشوائي. هنيجي هنا وهنروح مختارين one image وهنقول له create. تعالى نستنى هنشوف النتيجة اللي هتطلع منه هتكون عاملة ازاي. طيب، دي النتيجة اللي طلعت معانا من البرومبت العشوائي للمرة التانية في التجربة. بص الفرق اللي طالع حاجات مش مظبوطة.
يعني طالع زهرة بروكلي كده، كأنها مزروعة في حتة مش تبع الجسم. شكل اللسان اختلف، شكل الاتجاه بتاع الصورة حتى اختلف. أنا مش معترض معاك إن الصورة حلوة، ولكن في فرق بين إن الصورة تبقى حلوة وبين إن الصورة تبقى صح زي ما أنا عايز. تعالوا طيب نجرب البرومبت الطبقي مرة تانية ونشوف هل هيطلع لنا نتيجة مختلفة ولا هي نفس النتيجة. ادي البرومبت الطبقي، انا مش هغير فيه اي حاجة. انا كل اللي هقول له اعمل لي جنريت مرة تانية لنفس البرومبت، وتعالوا هنشوف مع بعض هيطلع لينا ايه. طيب دي النتيجة التانية اللي طلعت معانا من البرومبت الطبقي. تعالى كده نشوفها مع بعض بصورة يكون شكلها أكبر شوية وأوضح، ونشوف قصادها النتيجة اللي احنا عملناها أول مرة برضو من نفس البرومبت الطبقي. إيه رأيك في الفرق بين الصورتين؟ هل شايف فرق كبير؟ لا. الفرق الكبير إن حركة رجله بدل ما كانت رجله الشمال هي اللي قدام، بقت رجله اليمين هي اللي قدام. اللسان هو نفس رسمة البروكلي على جسمه، وهي كأنها جزء منه، نفس شكل اللسان. حتى الجزء بتاع الفاكهة البيضة اللي موجودة في الصورة، وده يوضح لك الفرق القوي ما بين البرومبت العشوائي والبرومبت الطبقي. طب ما تيجي احنا النهاردة هنجرب برومبت بسيط خالص من 3 طبقات بس. تعالوا كده هنجربه مع بعض ونشوف هيطلع لنا ايه. طيب ده برومبت بسيط انا كنت كاتبه عن شخصية لأنفد قاعد قدام بيته كأنه شخص أو كأنه بني آدم قاعد قدام بيته بيشرب شاي. بس أنا في البرومبت ده ما حددتلوش أي تفاصيل، أنا بس قلت له أنا عايز صورة واقعية لأنفد قاعد قدام بيت قديم من الطين في قرية من قرى مصر. تمام؟ لا حددت له بقى لبس عامل ازاي، ولا حددت له اضاءه عامله ازاي، ولا اي حاجه. وهقول له وريني يا عم البرومبت اللي انت هتطلعه. طيب دي النتيجه اللي طلعت معانا، نتيجه حلوه جدا وما فيهاش اي مشاكل. وانا زي ما قلت لك انا ما بستناش نتيجه حلوه، انا بستنى النتيجه الصح اللي انا عايزها، اللي تخدم الحاجه اللي انا شغال عليها. طب ما تيجي كده نجرب البرومبت الطبقي اللي هو من 3 طبقات بس اللي احنا هنتعلمهم النهارده، اللي هي طبقة الشخصية، طبقة البيئة، والطبقة بتاعة الإضاءة. ما تيجي كده نشوفهم مع بعض ونشوف هيطلع لنا ايه. ده البرومبت الطبقي اللي انا كتبته. اول لاير مكتوب فيه character and action، يعني انا هنا بحدد له الشخصية والوضع بتاعها ايه او الحركة بتاعتها ايه. تاني طبقة عندنا اللي هي الانفايرمنت او البيئة المحيطة بالشخصية دي عاملة ازاي. تالت طبقة عندي التايم اند مود، دي اللي بقدر اتحكم فيها في الإضاءة والجو العام بتاع المكان. ما تيجي نشوف هتطلع لنا ايه كده بالظبط. انا اللي عايزه من الصورة دي ان هي تطلع لي الأنفد قاعد قدام بيته بيشرب شاي وقت الغروب ولابس بيجامة او روب خاص بالبيت. تعالوا كده نشوف هتطلع لنا اللي انا طالبه منه ده ولا لا. بص كده على النتيجة اللي طلعت معايا زي ما احنا وصفنا بالظبط. الوقت ساعة الغروب، الأنفد لابس بيجامة أو روب خاص بالبيت وقاعد بيشرب شاي. يبقى ال3 حاجات اللي أنا عايزهم في الصورة اتحققوا. ما سبتش فرصة للذكاء الاصطناعي إن هو يحط لي تفاصيل أو أفكار من دماغه، لأ. أنا قلت له عايز كذا فطلع لي كذا. خد بالك كل ده وأنا بتحكم في 3 طبقات بس، العنصر والبيئة والإضاءة. احنا في الحلقات اللي بعد كده هنعرف ايه هي الطبقات اللي هنزودها، منهم طبقة مهمة قوي اسمها النيجاتيف برومبت، ودي هنشرحها.
ودي خليني اقول لك كده ببساطه ان هي بتتكلم او بتقول للذكاء الاصطناعي الحاجات دي ما تعملهاش. دلوقتي بقى يا بطل انت ما بقتش مجرد مستخدم للذكاء الاصطناعي، نقدر نقول بدأت تحط رجلك على اول خطوه لهندسه الذكاء الاصطناعي. شفت بقى الفرق بين انك من مجرد واحد بيرمي الزهر ويستنى النتيجه يا صابت يا خابت، لواحد بيعرف ازاي يبني الصوره بتاعته طبقه طبقه. هو ده الفرق بين واحد مجرد بيستخدم الذكاء الاصطناعي وواحد تاني لا. هسيب لك في اول تعليق برومبت العشوائي والبرومبت الطبقي اللي احنا اشتغلنا بيهم، جربهم ووريني النتائج. ولو اي حاجه عصلجت معاك مش مشكله، ابعت لي في اول كومنت وهرد عليك اقول لك تعمل ايه. لو استفدت النهارده ولو بمعلومه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم انا احمد المسلمي وتك الزرار. اتشرفت بيكم.